السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم. كتير مننا بيشتغل على السوشيال ميديا وبيبدأ شغل في البيج أو الأكاونت بتاعه وما بياخدش باله من نقطة مهمة جدا، هو إنك أنت تشوف حالة الأكاونت بتاعك أو البيج قبل ما تشتغل عليها، وإزاي تأمن الحساب بتاعك على الفيسبوك. أصدقائي المتابعين في كل مكان، أهلا وسهلا بيكم. أنا محمد بهاء بتاع تسويق. النهاردة المحاضرة الثانية في كورس الفيسبوك من البداية للاحتراف. كتير مننا بيواجه مشكلة بعد ما بيشتغل على البيج أو الأكاونت بتاعه، بيلاقي إن في مشكلة خاصة في الأكاونت أو في البيج، مثلا اعتراضه لسياسة من سياسات الفيسبوك، أو مش مأمن الحساب بتاعه بشكل فعلي. لو وصلك الفيديو دلوقتي انزل اعمل لايك، ولو بتتابعني لأول مرة اعمل سبسكرايب علشان يوصلك كل الفيديوهات والكورسات اللي جايه. حلقة النهارده مهمة جدا لأنها بتعتمد في البداية على ازاي تأمن الأكاونت بتاعك على الفيسبوك علشان مجهودك ما يروحش على الفاضي. محتاج منك تحضر كوباية القهوة بتاعتك، ويلا بينا ندخل على الجزء العملي. اول حاجه بنعملها بنبص كده ان ده الهوم بيج بتاعتك او الصفحه الرئيسيه بتاعت الفيسبوك. اول جزء معايا هنا هو جزء البحث. لو انت عايز تبحث عن اي حاجه داخل الفيسبوك، ومن الناحيه الثانيه هتلاقي فيه المربع اللي هو فيه قائمه، اللي هو فيه عباره عن نقط تحت بعض كتير. لو ضغطت عليها بيقول لك انت عايز تروح لمدير الاعلانات، ولا عايز تروح ميتا بيزنس سيوت، ولا انت عايز تروح للوحه المعلومات الاحترافيه بتاعتك، ولا عايز تروح لمركز الاعلانات، ولا اي حاجه من الحاجات الخاصه بالجزء بتاعك. بالاضافه ان انت عايز تعمل انشاء او كرييت بوست معين او قصه معينه او ريلز او مناسبه او صفحه او اعلان ممول او مجموعه جروب او مناسبه او اي حاجه من الحاجات، والرسائل والنوتيفيكيشن بتاعتك، والزر ده اللي هو الخاص بالحساب والاكونت بتاعك. من هنا انت ممكن تدخل على الاكونت بتاعك، على البروفايل بتاعك، او من الناحيه اليمين. لو انا دخلت كده سواء من الناحيه دي او من الناحيه دي، ازاي اتاكد ان الحساب بتاعي ما فيهوش اي مشكله ومش مخالف لسياسه من سياسات الفيسبوك، علشان خاطر ما يتعملوش حظر وعلشان خاطر ما يتقفلش من الفيسبوك. اول حاجه بتعملها بتضغط في البروفايل على الثلاث نقط دول، وبتدخل على حاله الملف الشخصي. زي ما حضراتكم شايفين كده ان حاله الملف الشخصي للاكونت ده ان في بعض المشكلات فيه. تبدا تشوف الحاجه اللي انت عاملها هنا غلط وتعتبر مخالفه لسياسه من سياسات الفيسبوك، وتبدا ان انت تحذفها او تبدا ان انت تعالجها او تبدا تكلم الدعم علشان خاطر يراجعوا الاكونت بتاعك وتشتغل عليه بكل ارتياحيه. هنا بيقول لك ان الاجراءات اللي اتخذناها التاثير على ملفك الشخصي او محتواك، ان في بوست او صوره انا نزلتها، الصوره دي بتدل على الانتحار وايذاء الذات واضطرابات الاكل وهكذا. لو انا ضغطت عليها عشان افهم اكتر، بس الفيسبوك من نفسه يوم 4/9/2024 شال الصورة دي اللي أنا كنت منزلها في 2011، علشان خاطر إن الصورة دي بتنتهك معايير مجتمعنا أو بتنتهك سياسة من سياسات الفيسبوك. لو أنت شايف إن الصورة دي ما فيهاش أي مشكلة وإن هي مش ضد سياسة الفيسبوك، تقدر تعمل لهم طلب مراجعة من تحت. ولكن يفضل طول ما الفيسبوك شايف ان في محتوى او بوست او صوره او فيديو تنتهك سياسه من سياسات الفيسبوك، فانت ما تحاولش تعمل لها مراجعه غير لما تبقى متاكد مليون في الميه ان الصوره دي او الفيديو ده مش مخالف لسياسه من سياسات الفيسبوك. وطبعا ده اللي هنشتغل عليه واللي هنعرفه خلال المحاضرات اللي جايه، ايه هي سياسات الفيسبوك وايه هي الحاجات اللي بتنتهك سياسه الفيسبوك، علشان خاطر ما ننزلش اي بوستات او اي حاجه خاصه. لو انت لقيت ان الحساب بتاعك هنا باللون الاخضر وان هو يقول لك ما فيش اي مشكلات، فدي اول نقطه مهمه جدا عندك، ان انت تقدر تشتغل على الحساب بتاعك بدون ما يكون فيه اي مشكله. الخطوه الثانيه والمهمه وهي ان انا ازاي أأمن الحساب بتاعي. تأمين الحساب بتاعي، لو انت معاك ورقه وقلم يلا نكتب مع بعض ازاي اعمل كلمه سر احترافيه. بكل بساطه ان انا ازاي اعمل كلمه سر احترافيه ومفيش اي حد يعرفها. بعض الشروط كده لكلمه السر هنكتبها مع بعض. رقم واحد، لازم كلمه السر تحتوي على 8 احرف على الاقل. رقم 2، وده يعتبر برضو من ضمن النقاط المهمه، ان هي لازم تحتوي على احرف وارقام. رقم 3، لازم تحتوي على احرف كبيره واحرف صغيره. يعني لو انا بكتب كلمه السر بالانجلش فيفضل ان هي تبقى فيها كابيتال وفيها سمول. لازم تحتوي على رمز، نجمه، علامه تعجب، شباك، دولار، اي علامه من علامات
الرموز اللي موجوده عندي على الكيبورد بتاعتي. برضه يعتبر لازم تغيرها بشكل دوري. يفضل انك تستخدم كلمه سر مختلفه لكل اكونتاتك على السوشيال ميديا، يعني ما تثبتش كلمه سر واحده وتحطها لكل الحسابات بتاعتك، لان ده ممكن ياثر معاك، وممكن لو حد عرف كلمه سر واحده فيهم هتلاقيه عرف كل الاكونتات بتاعتك على السوشيال ميديا، ويقدر ان هو يخترق كل الاكونتات بتاعتك على السوشيال ميديا. طيب الكلام ده بمثال توضيحي، مثلا لو انا عايز اعمل كلمه سر لشركه اسمها بيان مثلا على سبيل المثال، وعايز اطبق الحاجات دي اللي احنا اتفقنا عليها، هنعمل ايه؟ مثلا على سبيل المثال هعمل حرف البي كابيتال، واعمل الاي سمول، الواي سمول، وبعد كده اكتب اي رقم مثلا 23، وبعد كده احط اي رمز، وبعد كده اكتب باقي الكلمه بتاعتي، بحيث اولا انا كده في كلمه السر اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي دي شملت معايا كل الخطوات لانشاء كلمه سر قويه ومحدش يقدر يخترقها بسهوله. فيها احرف كبيره واحرف صغيره، اكتر من 8 احرف، فيها حروف وفيها ارقام وفيها رمز. دول اهم النقاط اللي هي موجوده معانا. طيب نرجع كده للاكونت بتاعنا على الفيسبوك، وازاي اغير كلمه السر بتاعتي علشان خاطر احافظ على الحساب بتاعي. تضغط عن الصوره بتاعتك في الحساب هنا، وبتبدا تنزل على الاعدادات والخصوصيه، ومنها تدخل على الاعدادات. في الاعدادات هنا تقدر تضغط على اول جزء اللي هو مركز الحسابات من ميتا، وده اللي فيه التفاصيل الشخصيه بتاعتك، فيه كلمه السر والامان، فيه تفضيلات الاعلان والتحقق وكل الكلام ده. لو انت ضغطت على اطلاع على المزيد في مركز الحسابات هتقدر تضغط كده، هيفتح معاك نافذه ثانيه بيقول لك ان الاكونت بتاعك ده مرتبط بحساب على انستجرام، الاثنين دول متواجدين مع بعض. انت عايز تتاكد من انهي فيهم؟ انا عايز اغير الباسورد بتاعي او كلمه السر. هنزل تحت على كلمه السر والامان، وتبدا تختار تغيير كلمه السر، وتغير كلمه السر للفيسبوك، وتبدا تكتب كلمه السر اللي انت عايزها. وطبعا هو هيجيب لك رساله على الواتساب في حاله لو انت عامل خاصيه المصادقه الثنائيه. في المصادقه الثنائيه هنا تضغط عليها، وبتبدا تشوف انت عايز تطبق المصادقه الثنائيه لانهي فيهم، للفيسبوك والانستجرام. وطبعا يفضل تعملها للاثنين، احنا هنعملها دلوقتي للفيسبوك. وتبدا تختار اضافه طبقه امان اضافيه الى حسابك، اللي هو تطبيق المصادقه او رساله نصيه او مفتاح الامان. تقدر تختار تطبيق المصادقه وتعمل التالي في حاله لو انت عايز تغير المصادقه الثنائيه. طيب في النقطه دي مهم جدا، انت ازاي تعرف الفيسبوك بتاعك سجلت دخول من انهي مكان بالظبط؟ تقدر تضغط على الاماكن التي سجلت الدخول منها، ومن الاماكن التي سجلت الدخول منها تقدر تدخل على الفيسبوك بتاعك وتبدا تشوف انت سجلت من فين. لو انت شكيت في اي حاجه من الحاجات اللي هي موجوده هنا، تقدر ان انت تعمل تحديد اجهزه لتسجيل الخروج منها، وتبدا تخرج او تقدر تعلم على الاماكن اللي انت شاكك فيها، وتقدر ان انت تشيلها وتعمل منها تسجيل خروج. لو انت عايز تجرب ده تضغط على التحقق من الامام من تحت، وتبدا يفتح لك نافذه جديده ويقول لك عشان تامن حسابك بشكل قوي، ويقول لك تم الامر بنجاح، لا توجد اي اجراءات. ده في حاله ان انا عملت كل التنبيهات دي او عملت كل الاجراءات دي، عملت كلمه سر جيده. هو الفيسبوك بيقول لك اذا كانت كلمه السر جيده ولا لا. طبعا ده طبقا للسياسه او للنظام اللي احنا اتكلمنا عليه في الشروط الرئيسيه لعمل كلمه سر قويه. رقم 2 انك انت تشغل المصادقه الثنائيه. رقم 3 تنبيهات تسجيل الدخول قيد التشغيل، بحيث لو اي حد حاول ان هو يدخل على الحساب بتاعك يجي لك نوتيفيكيشن او اشعار. طبعا لما انت تيجي تطبق المصادقه الثنائيه ده بيدي قوه اكتر للاكونت بتاعك. لو اي حد حتى لو معاه الباسورد وحب ان هو يدخل على الاكونت بتاعك من اي جهاز تاني او من اي مكان، لازم يوصل لك رساله على الواتساب او على الموبايل اللي انت الرقم اللي انت رابط بيه الفيسبوك بتاعك او الايميل، وفيها كود، والكود ده تقدر ان انت تدخله علشان خاطر تاكد الدخول. يعني حتى لو انت حبيت ان انت تدخل من على جهاز جديد لازم هيديك نفس الاجراء ده، ولازم ان انت تعمل نفس الخاصيه دي. يبقى كده احنا في الحساب بتاعنا اتاكدنا رقم 1 من ان الحساب بتاعنا مش مخالف لسياسه من سياسات الفيسبوك. رقم 2 غيرنا كلمه السر بتاعتنا واخترنا كلمه سر قويه يصعب على اي حد تخمينها. رقم 3 اتاكدنا من الاماكن اللي تم تسجيل الدخول ليها للحساب بتاعنا. رقم 4 طبقنا
المصادقه الثنائيه على الحساب بتاعنا علشان خاطر نقدر ان احنا نحافظ على الحساب بتاعنا، لان هو الحساب يعتبر من ضمن الحاجات الاساسيه والمهمه جدا في الشغل بتاعنا. ازاي تحول الحساب بتاعك من حساب شخصي عادي الى حساب احترافي؟ وده من ضمن الحاجات المهمه جدا، ان انت قبل ما تبدا على السوشيال ميديا وقبل ما تبدا على المحتوى اللي انت عايز تقدمه لازم تحول الحساب بتاعك من حساب عادي الى بروفيشنال اكونت او كرييتور اكونت. وده من خلال البروفايل بتاعك. ده يعتبر الهوم بيج بتاعتك. تقدر تضغط على البروفايل بتاعك، ومن داخل البروفايل تضغط على الثلاث نقط دول وتختار كلمة إيقاف تشغيل الوضع الاحترافي. دي هتلاقيها مكتوبة تبديل الوضع الاحترافي، أو هتلاقيها تحويل الأكاونت إلى حساب احترافي. وده علشان خاطر تظهر لك لوحة المعلومات الاحترافية اللي هي موجودة هنا، اللي هي ببساطة بيديك بقى انت في المستوى ايه ومحتاج منك ايه الفيسبوك علشان خاطر تقدر ان انت تعلي من الوصول للاكونت بتاعك وتعلي من التفاعل بتاعك. تقدر تشوف الاحصائيات بتاعتك من خلال ملفك الشخصي، وتبدا تشوف وصول المنشور والتفاعل مع المنشور والمتابعين اللي دخلوا على الاكونت او البيج بتاعتك. تضغط تشوف المحتوى او تقدر تشوف الجمهور، يعتبر انت عندك كام في المية رجال وكام في المية نساء واعمارهم وهم اماكنهم من فين. تقدر ان انت مركز الاعلانات كمان، ان انت تشوف الاعلانات اللي انت ممكن تشتغل عليها وتبدا ان انت تظبطها. تقدر تدخل على التوصيه بالملف الشخصي وتشوف الملف الشخصي بتاعك زي ما احنا اتكلمنا في البدايه، هل هو في اي مشكله. هنا بيقول لك التوصيه بالملف الشخصي يمكن التوصيه به. الفيسبوك شايف ان الملف الشخصي ده ينفع ان هو يوصي بيه التوصيات. هو هنا بيقول لك ان انت تتبع القواعد، ان انت بتشارك محتوى ذو جوده عاليه، اشياء لا نوصي بها كذا وكذا 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 وكذا. فبالتالي تقدر تشتغل على الحاجات اللي هو مديها لك. حاله الملف الشخصي بتاعك اللي احنا جبناها في بدايه المحاضره، اللي هي بتقول لك اذا كنت انت نزلت بوست او نزلت او فيديو ينتهك سياسه الفيسبوك. وبكده هيبقى وصلنا لنهاية المحاضرة الأولى، إزاي تأمن الحساب بتاعك على الفيسبوك، وإزاي تتأكد من حالة الحساب بتاعك قبل ما تشتغل عليه، وإزاي تعرف الأماكن اللي أنت سجلت الدخول منها، وكمان إزاي تحول الحساب بتاعك من حساب شخصي عادي إلى حساب احترافي أو كرييتور أكاونت. لو عجبك المحتوى ده اعمل شير لأي حد شايف إن هو كان بيدور على إزاي يبدأ في تعلم الفيسبوك من البداية للاحتراف، واعمل لايك علشان اقدر استمر في نشر فيديوهات وباقي الكورسات. هتلاقيني سايب لك في الديسكريبشن كل وسائل التواصل بتاعتي على فيسبوك وعلى انستجرام وعلى تيك توك وعلى اكس. لو في عندك مشكلة تقدر تسيبها لي في الكومنتات، وتقدر تتابعني على اي منصة من المنصات التانية هتلاقيني بنزل عليها شورتس وفيديوهات ونصايح ان شاء الله هتفيدك في المجال بتاعك. شكرا جدا ليكم، وانتظروني ان شاء الله في الحلقة اللي جاية.